بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حبايبي إن شاء الله تكونوا بخير. النهاردة هنعمل مع بعض وصفة جميلة جدا ما يحلاش الشتاء من غير الوصفة دي تكون معانا، بتدفينا جدا جدا وأكلة محبوبة وكل الشعب وكل الناس بتحبها. هنعمل الكرنب بطريقة جميلة وسهلة وبسيطة، بس قبل ما نسمي بسم الله ما ننساش نحط لايك وشير وسبسكرايب ونفعل الجرس عشان يوصلنا كل جديد. زي ما قلت لكم الوصفة سهلة وبسيطة زي ما احنا تعودنا مع بعض، يعني احنا بنقدم وصفات بأسهل طريقة. معانا المكونات بتاعتنا، معانا رز مغسول كويس، ومعانا ورق الكرنب، ومعانا هنا طماطم مبشورة وفلفل مبشور وصلصة طماطم وخضرة المحشي طبعا، والتوابل اللي احنا هنستخدمها اقول لكم هي ايه مع بعض حبة حبة. واهم حاجة البصل. احنا دلوقتي هجبنا حلة فاضية وحطينا فيها زيت على النار عشان خاطر نبدأ نعمل التخديعة او التسبيكة بتاعة المحشي اللي احنا هنعملها مع بعض. حلو قوي انك انت تحطي معلقتين سمنة مع كمية الزيت. هو بيحب كمية زيت كويسة، ومع السمنة بتدي طعم عالي جدا، فعلا بتفرق عن انك انت تستخدمي حاجة واحدة بس زيت او سمنة. لو حطيتي سمنة بس البصل بيتحرق معاك وبيدي مرارة كده مبيبقاش حلو، فالزيت بيساعد ان الحاجة ما تحروقش معاك وبيبقى شكلها جميل. احنا دلوقتي هنستناه لما يفك معانا كده ويسخن شوية، فبنزل البصل. زي ما انت شايفة كمية بصل حلوة كده محترمة ما شاء الله. حاجة حلوة قوي. وهنبدأ بقى في الخطوات حاجة حاجة، وهنقلب كويس البصل مع الزيت وخطوة خطوة كده، وخليكي معايا بس انت لغاية الاخر وانت تعرفي تعمليه بأسهل طريقة، عشان خاطر تطلعي اجمل واطعم واحلى محشي ممكن تاكليه. زي ما انت شايفة. انا ورق الكرنب انا كنت سلقاه عشان خاطر وقت الفيديو، فسلقته وقطعته، وبعد كده هبقى اجيب لكم في فيديو وحده بس ازاي نقطع الكرنب وازاي نسلقه، وليه كذا طريقة انك انت تقطعيه وتسلقيه بيها، وايه اللي بتحطيه في المية. هنبقى ناخدها حاجة 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 وهوري لكم ازاي، وفعلا سهل جدا ومبياخدش وقت واسهل بكتير من اي محشي تاني ممكن تعمليه. زي ما انت شايفة انا بقلب في البصل عشان خاطر ياخد كل لون اللي انا عايزاه. انا عايزاه برضو يدبل، مش عايزة اديله لون غامق عشان خاطر ما يديش طعمه مش كده، لكن كده بيدي طعم مميز جدا. خليكي معايا وشوفي الدرجة اللي انا عايزاها وعايزة اوصل لها من البصل اللي انا محتاجة لونه يبقى ايه ويبقى ازاي. احنا كده زي ما احنا مع بعض كده شغالين. احنا هننزل طبعا بخطواتنا حاجة حاجة ورا بعض. دلوقتي انا نزلت فصين توم مبشورين متقطعين زي البصل مش مفرومين ناعم، وقلبتهم. عايزة الحاجة تاخد كلها نفس اللون ونفس الدرجة، ما تبقاش حاجة مثلا زايدة عن التانية. زي ما انت شايفة، وخطوة خطوة خليكي معايا زي ما قلتلك، وهتوصلي بأفضل نتيجة وبأحلى محشي ممكن تاكليه. طبعا المحاشي حاجات كتير وأنواع كتير مختلفة. كل حاجة يعني دلوقتي يعتبر معظم الخضار بيتحشي. احنا بدأنا بورق العنب وعملناه ووريت لكم ازاي نعمله بطريقة جديدة وجميلة. ودلوقتي الكرنب، وان شاء الله باذن الله هندخل بقى في خطوه المحشي المتشكل والاشكال، ومحشي الطماطم ومحشي البصل ومحشي البطاطس، وازاي بيتحشي وازاي ايه الحشوات اللي بتتحط فيه. فعلا الاكل بطرق كتيره وبطرق مختلفه وبتختلف من طريقه للتانيه، بس فعلا كل حاجه لها طعم مميز خاص بيها وما بتغنيش عن التانية. يعني كل أكلة ليها طعم مميز عن الأكلة التانية. زي ما انت شايفة أنا إيدي على طول في البصل، عشان خاطر زي ما قلتلك أنا مش عايزاه يكتسب لون، أنا بسيبه يدبل واخد درجة بسيطة كده من اللون اللي أنا محتاجاه، وأبدأ أنزل بقى حاجة حاجة. أنا دلوقتي زي ما انت شايفة جايبة فلفل أخضر، لو معاكي فلفل ألوان ممكن تحطيه أحمر أو أصفر، بيبقى جميل برضو وبيبقى شكله جميل ومميز في المحشي. انا مقطعاه برضو زي ما انت شايفة زي البصل والثوم مكعبات صغيرة قوي، وببدأ اقلبه عشان خاطر زي ما قلت لك لازم كله يختلط ببعضه وبنفس اللون وبنفس الدرجة. المحشي على فكرة من أجمل وألذ الأكلات اللي احنا بنحبها.
بنحب نعمله وفعلا بنستمتع واحنا بناكل المحشي. وعلى فكرة برضو من اسهل الوصفات وما بياخدش وقت. كان زمان الواحد يخاف مثلا ايه ده انا اعمل محشي وياخد وقت طويل ولسه هسلق ولسه هعمل. بالعكس دلوقتي ما بقاش فيه حاجة بتحير خالص وما بياخدش وقت. يعني في أسرع وقت بتعملي أجمل وألذ حلة محشي ممكن تاكليها وانتي واقفة. يعني كل الموضوع مش هياخد منك لغاية لما تسويه نص ساعة بالكتير قوي. فعلا يعني حاجة سهلة وبسيطة زي ما انتي شايفة أنا سايباه كده وبقلب فيه. مش غفلانة عنه خالص عشان خاطر زي ما قلتلك مفيش واحدة تتحرق أو تتلسع من أي مكان وتأثر على طعم المحشي أو لونه أو شكله. لكن كده فعلا زي ما انت شايفة اللون الدرجة كل ما بيدبل الخضار بحط الحاجة التانية. دلوقتي هنزل الطماطم اللي انا مقطعاها. الطماطم دي يعني فعلا بتفرق. لما انا مقطعاها ما حطيتش طماطم معصورة في الخلاط او كده بتفرق في الطعم بطريقة جميلة جدا. قد ايه المحشي ده بيبقى لذيذ وطعمه فعلا جميل. انا هغطيها شوية وهسيبها عشان خاطر الطماطم دي تستوي شوية وهبدأ اقولك احنا هنعمل فيها ايه وهننزل عليها ايه يعني اصبري بس عليا. دلوقتي انا سبتها زي ما انت شايفة قد ايه هي بتغلي. الطماطم كده تعتبر هي استوت معايا. انا دلوقتي هنزل بالصلصة. صلصة معلبة او صلصة انت عاملاها الصلصة اللي موجودة عندك والمتوفرة عشان خاطر تدي لون كويس قوي. انا في محشي الكرنب ما احبش اضيف ان سكر حتى لو انا حاطه طماطم لان الكرنب بيبقى فيه نسبة سكريات عالية قوي. انت ممكن تاكلي الكرنب ده يعني زي الكابوتشا او كده بنحطه في السلطة وكده بيبقى مسكر مش محتاج انك انت تحط له سكر او اي حاجة. زي ما انت شايفة زودته حبة مية صغيرة عشان خاطر تتسبك كويس قوي. يعني الطماطم مع الصلصة مع البصل مع الفلفل والثوم اللي احنا حاطينه فعلا ما اقولكيش قد. دلوقتي بقى هننزل بالتوابل بتاعتنا. التوابل زي ما قلتلك بقى ملح وفلفل وكمون وبابريكا وتوابل محشي وكزبرة ناشفة. البابريكا سواء عادية أو سواء مدخنة بتدي لون جميل للمحشي بتخلي الصلصة بتاعتها تحمر. أنا دلوقتي هغطيها وأسيبها تتسبك وهننزل بقى بالرز الأبيض الجميل بتاعنا اللي مغسول. شوفي هي اتسبكت قد ايه وشوفي شكلها ولونها بقى عامل ازاي حاجة كده والريحة بقى خيال يعني ما اقولكيش على الجمال. أنا دلوقتي هنزل اهوت بالرز زي ما انت شايفة واقلبه كويس قوي وهنزل بالخضرة بقى بتاعتنا وبعدين اقلبها كلها مع بعض. شوفي بقى الجمال والحلاوة في ثواني ما خدش وقت. انا بحاول ان انا جايبهولك على اساس اعرفك الوقت بتاع الفيديو قد ايه. انا ما حذفتش من التصوير بتاع من اول ما حطيت البصل اي حاجة خالص. هو ده الوقت بتاعه. يعني انا كده خلصت التسبيكة بتاعتي وشوفي قد ايه الجمال وقد ايه حلوة. الخضره ما تحاوليش انك انت تحطيها في الصلصه قبل ما تحط الرز عشان خاطر ما تتبلش ولونها يغمق منك. هي كده بتقعد بلونها الاخضر الجميل وريحتها قويه جدا وما اقولكيش قد ايه هي حلوه. الخضره زي ما انت تحبي شبت وكزبره وبقدونس. انا ما بحبش احط شبت كتير في المحشي عشان بيطغى على طعم المحشي قوي. بحط حبه صغيره جدا فرع او فرعين لكن بحب ازود في كميه الكزبره والبقدونس. بيدي بقى تيست عالي جدا. دلوقتي هنزل بكم ورقة نعناع اخضر كده فريش. بصي ما اقولكيش بقى النعناع مع المحشي حاجة بقى خيال طعم حكاية طعم عالي جدا. محشي هيفرق معاكي بطريقته قد ايه هو سهل وقد ايه هو بسيط وفي نفس الوقت طعمه جميل جدا. انا هقلب كويس زي ما انت شايفة. كده خلاص انا عندي هو كده جاهز. يعني مش محتاجة اي حاجة تاني. هي مجرد ان انا اقلبه واطفي عليه خلاص. انا ما بخليهوش ما بزودهوش مية او اي حاجة. هو المحشي الرز المحشي كده جاهز وتمام عشان خاطر يطلع معايا المحشي كويس ويطلع مفلفل ويطلع مظبوط من غير ما تزوديله ولا اي نقطة مية ولا اي حاجة. في نفس الوقت محشي الكرنب ما بياخدش ميه في التسويه كتير. انا هوريكي انت بتحطي له الكميه قد ايه. بس زي ما قلت لك كملي معايا الفيديو للاخر وانت تعرفي ازاي يطلع معاك الفيديو المحشي ناجح جدا وما يطلعش فيه اي مشاكل. احنا دلوقتي جبنا الحله اللي احنا هنعمل فيها المحشي وهنحط بقى البطانه بتاعتنا الجميله اللي احنا بنحطها في قعر الحله. انا حطيت حبه زيت كميه زيت بسيطه جدا ومعايا بقى شرايح طماطم مقطعاها. انا مجهزه كل حاجه قدامك اهوت الطماطم
طماطم، وهحط بقى شرايح جزر، فصوص توم، خضرة المحشي، العصب بتاع الخضرة اللي انا بقطعه ما برميهوش، بحطه في البطانة بتاعة الحلة دي، في قعر الحلة. فعلا ما اقولكيش على قد ايه الريحة والطعم والجمال. زي ما انت شايفة، شوفي شكلها فعلا حكاية كده، يعني حاجة تفتح النفس. دلوقتي انا لازم اغطيها بفرشة من ورقة الكرنب الاخضر اللي عندي، عشان خاطر لما اقلب الحلة او كده تبقى الحاجة اللي انا حطاها الخضار ده معزول بعيد عن الحلة، ما يقعش في المحشي وكده. دلوقتي هنبدأ نلف. انا هوريلك انت هتلف ازاي. هتحط ورقة المحشي على ايدك، وتحط الرز بصباعك الكبير وتلف كده بايديكي في ثواني، ما بياخدش وقت خالص. ما تحاوليش تحط كمية رز كبيرة عشان خاطر الرز يستوي منك. بقولك ان العصبة بتاعة المحشي دي خليها من جوه، يعني ورق الكرنب بتلاقي فيه عصبايه كده ناشفه، دي خليها من جوه عشان خاطر المحشي ما يفكش معاكي. بتلف الحله صف مدور وصف بالطول، زي ما انت شايفه منظر الحله. شوفي قد ايه هي جميله. انا حطيت بس عود خضره من فوق، وهحط زي ما حطينا الفرشه بتاعه الكرنب دي من تحت. الورقه دي بحطها عشان انزل عليها الشوربه، عشان خاطر ما يخليش المحشي يفك معايا واي حاجه، هو مش هيفك ولا اي حاجه. زي ما انت شايفه انا بنزل الشوربه. باخد الحله كانت جنبي فبكب على طول بالكبشه. زي ما انت شايفه الكميه اللي انا هحطها للمحشي قد ايه. فعلا ما خدش وقت خالص، لفيته بسرعه البرق. بس انا قفلت الفيديو ولفيت المحشي ورجعت لك تاني بعد ما كملت الحله كلها. زي ما انت شايفه بهز الحله كويس على نار عاليه، واول ما هيتشرب ميته هوطي عليه، واول ما يستوي هطفي عليه واجيبهولك. انا دلوقتي المحشي استوى معايا وطفيت عليه وجايبهولك. شلت بس الورقه المحشي اللي انا كنت حطاها من فوق دي، واول ما اتشرب معايا وبوريلك منظر الحله. شوفي قد ايه هو المحشي قاعد برصته بالصف زي ما هو، مفيش حاجه. انا كنت هقلبه كده وبعدين احترت، يعني يا ربي مستخسره منظر الحله وكده، كنت هفضيه في السرفيس. بعدين رحت جيت بقى ايه، قلت لا انا هقلب الحله واوري لكم هي منظرها عامل ازاي في الصينيه زي ما احنا متعودين. شوفي يعني منظر المحشي جمال، مفيش رز فالت ولا اي حاجه. بص المنظر. هي دي البطانه اللي احنا حاطينها. طبعا احنا لما حطينا ورق الكرنب فمش هتنزل على المحشي، هلمها بكل سهوله بالخضره بتاعتها. زي ما انت شايفه المنظر. الحله قاعده زي ما هي برصتها بالصف، زي يعني حاجه جميله فعلا. لو انت هتحطيها في عزومه ولا في اي حاجه كده، ما اقولكيش على الجمال. الريحه بقى يعني، والمحشي سخن كده وملهلب، حاجه خيال. جربي المحشي بالطريقه دي، وفعلا سهل وبسيط ومش هياخد معاكي وقت زي ما قلت لك، وطعمه وريحته جميله. زي ما انت شايفه انا حاسه ان هو مش محتاج اي حاجه. بس ما تنسيش اللايك والشير وسبسكرايب وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. انا برضو بقى ههزه عشان خاطر اوريلك قد ايه هو مش ملزق في بعض، وقد ايه هو مفلفل وجميل. هشوفكم في وصفه جديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.